بعيدا عن الابتذالات السياسية من هذه النداءات ومن هذه الهتافات التي رصدناها لحضراتكم. تعالى نكسب افريقيا. افريقيا يا ابطال الليلة مش هزار. جينا وشجعناكم زي ما عودناكم، يلا فرحونا زي ما عودتونا. الملعب كله يشجع، الزمالك لازم يرجع. دي كانت هتافات جماهير نادي الزمالك النهارده، كلها هتافات كروية تتسم باللياقة البدنية داخل الملعب، ولا يوجد بها أي هتافات خارجة عن النظام العام أو المألوف أو تلك التي ترمي إلى مرمى سياسي هنا أو غرض دنيء هناك. إذن جماهير الزمالك اليوم ضربت القدوة والمثل في التشجيع الكروي، وفتحت نصف الطريق نحو عودة الجماهير مرة ثانية بمشيئة الرحمن إلى مدرجات كرة القدم. بعض من الشماريخ في هذا الجو البارد ربما تدفئ المدرجات قليلا، ولكن نتمنى إن أمكن الاستغناء عنها. ولكن بشكل عام الجماهير كانت رائعة رائعة رائعة. هتافات خارجة عن النظام العام أو المألوف أو تلك التي ترمي إلى مرمى سياسي هنا أو غرض دنيء هناك. إذن جماهير الزمالك اليوم ضربت القدوة الليلة مش هزار. جينا وشجعناكم زي ما عودناكم، يلا فرحونا زي ما عودتونا. الملعب كله يشجع، الزمالك لازم يرجع. دي كانت هتافات جماهير نادي الزمالك النهارده، كلها هتافات كروية تتسم باللياقة البدنية داخل الملعب، ولا يوجد بها أي هتاف والمثل في التشجيع الكروي، وفتحت نصف الطريق نحو عودة الجماهير مرة ثانية بمشيئة الرحمن إلى مدرجات كرة القدم، بعيدا عن الابتذالات السياسية من هذه النداءات ومن هذه الهتافات التي رصدناها لحضراتكم. تعالى نكسب افريقيا. افريقيا يا ابطال.